احنا اخر الشهر وما انتش عارفة هتعملي ايه. تعالى اقول لكم على وصفة تجنن، كل اللي في البيت هيحبها وبياكلوها كمان في المطاعم. النهاردة انا هعمل اجنحة الفراخ بصوص تحفة مع بطاطس محمرة مقرمشة وجميلة جدا. عيالي اما دقوها عجبتهم جدا وعايزين منها كل يوم. انا عيالي ما بياكلوش الاجنحة، فما بجيب الفراخ بعين الاجنحة وبحوشها، مش بشتري الاجنحة. فانا النهارده هعمل لكم وصفه الاجنحه بصوص خطير، ممكن تعمليه حراق وممكن تعمليه مش حراق. فتعالوا معانا نبتدي الوصفه، يلا بينا نبتدي وصفتنا النهارده. انا عندي الاجنحه زي ما انتم شايفين. الاجنحه انا عيناها، كنت بحوشهم وبعينهم في الفريزر علشان يوم زي ده. بيقولوا لنا دبري ووفري، واحنا بندبر ووفر والله. فانا بعين الاجنحه في الفريزر، وما بيجي اخر الشهر بقوم اطلعهم وابتدي طبعا ان انا بشيل الحته دي من الجناح. دي بيبقى فيها الزفاره وكلها عظم، يعني مش محدش هياكلها. فبقوم شايلاها من الجناح زي ما انتوا شايفين. انا بقطعها، ولازم تخصصي سكينه وبلانشه للفراخ. انا مخصصه السكينه دي للفراخ، ما بعملش بها غير الفراخ بتاعتي، والبلانشه دي للفراخ، علشان طبعا انتوا عارفين الميكروبات والكلام من ده. زي ما انتوا شايفين انا قطعت الفراخ. الحته دي احنا مش محتاجينها. هبتدي ان انا اعمل لها انقعها كده عشان لو في زفاره، لو في اي حاجه. حطيت معلقه ملح وعصرت ليمونتين عليهم ودعكتها فيهم وسبتهم حوالي نص ساعه في النقعه ديت. طبعا ندعكيها كويس في الملح والليمون وكده، وسيبيهم نص ساعة 10 دقايق على حسب ما انت فاضية. بس حاولي تسيبيها اطول فترة علشان تشيل الزفار. انا سبتها اطول فترة نص ساعة، وبعدين شطفتها وصفتها كويس قوي. وهبتدي ان انا اتبلها معاكم. انا معايا كان نص زبدية والنص التاني لبن. الكوباية بتاعت الزبدية دي كان نصها زبادي ونصها لبن. وده الصويا صوص انا عاملاه في البيت. انا ما بشتريش الصويا صوص من بره، انا عاملاه ده في البيت، وان شاء الله تلاقوا الوصفة عندكم في القناة. فبقلبهم مع بعض، الزبادي واللبن مع الصويا صوص. وهنجيب البهارات بتاعتنا بقى. دي البهارات بتاعتي: معلقة بهارات فراخ، ربع معلقة جنزبيل، معلقة توم باودر وملح وفلفل، ومعلقة كبيرة بابريكا مدخنة. ممكن تحط بابريكا عادية، بس المدخنة بتديها نكهة وطعم تحفة بصراحة. بقلبهم في بعض وادعكهم كويس عشان البهارات، ونشمر ايدينا كده. بدعكهم كويس عشان البهارات والتتبيلة وكله يخش في بعضه. دي اهم حاجة. وبسيبها ساعتين في التلاجة، بغطيها وبسيبها ساعتين في التلاجة عشان تقعد في النقعة دي وتدي التتبيلة وتبقى تحفة. وهحطها في التلاجة ساعتين، وبعد كده ادخلها الفرن. هنا انا بعمل الصوص بتاعي اللي هدهنه بيها: معلقة هريسة شطة، انا برضو عاملاها في البيت هريسة الشطة دي، ومعلقتين كبار كاتشب. هريسة الشطة دي ممكن تكون حارة وممكن تكون مش حارة، بس انا بتاعتي بين البنين، ولا هي حارة ولا هي مش حارة، يعني فيها لسعة بسيطة كده. وحطيت معلقتين زيت ومعلقتين من الصويا صوص بتوعي، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعدين هسيبها اول لما الفراخ تبتدي تخش في السوا، يعني تكون بقى لها ربع ساعة كده في الفرن. هقوم مطلعاها ودهناها من الصوص بتاعي اهو. زي ما انتوا شايفين انا طلعتها من الفرن وبدهنها الصوص بتاعي، وهدخلها تاني. هي مستوتش، هدخلها تاني الفرن عندي تكمل سواها. زي ما انتوا شايفين انا بدهنها حاولي كل حتة تدهن فيها. وبعدين دخلتها الفرن، واول لما بتطلع برضو بديها من الدهنة دي. وبقيت الصوص بحطهم عشان لما يحبوا يغمسوا فيه، يعني يحبوا
يحطوا حتة من الفراخ، يحب يحطوا حتة من البطاطس وكده. بدهنها برضو من الصوص ده، بيخلي طعم الجناحة تحفة وبيخليها مختلفة جدا. والله طعمها مش قادرة اقول لكم، عجبت الكل، جوزي وعيالي كله كان مبسوط بيها. وهنا بقيت الصوص بتاعي اللي اتبقى بحطه برضو مع السفرة عشان خاطر ان هو يزودهم، يحطها في البطاطس، يحطها مع الفراخ، طعم الصوص برضو حكاية. ومعايا طبق بابا غنوج، ودي الوصفة بتاعتنا النهاردة. واتمنى ان الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم ايه في الكومنتات، لان بصراحة كل اللي اعرفه واقوله يجربها بتعجبه جدا وما بيسلهاش. ودي بتنفعنا اخر الشهر، لان طبعا عارفين اخر الشهر بتبقى الميزانية متدمرة، فدي بتنفعني جدا اخر الشهر، والعيال بتبقى اكلة وشبعانة، واكلة حاجة فيها بروتين برضو عشان ندبر. فاتمنى ان الوصفة تنول رضاكم وتجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.